طلقت مشاهدينا صيحات التعبير عن الوحدة بين قوى المجتمع، وصاح بعض الحضور بأن الجيش والشعب إيد واحدة. وأرى أيضا الدكتور كمال الجنزوري والفريق سامي عنان قد دخلوا إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. السادة الحضور، الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة. ايد واحدة. ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة. السادة الحضور، نحن في انتظار دخول السيد رئيس الجمهورية، ونبدأ حفلنا بالقرآن الكريم، فلنتفضل جميعا بالجلوس هادئين كل في مكانه. نرحب بالسادة كبار رجال الدولة بصحبة السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الجلوس في الأماكن لنستقبل سيادة الرئيس من فضل حضراتكم. القاعة تلتزم الهدوء. السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي السيد رئيس الجمهورية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. أيها السادة، تتويجا لعطائه وأدائه المشرف والنزيه في ساحات القضاء على مدى عشرات السنين، فقد شهد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم مراسم أداء الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليمين القانونية رئيسا للجمهورية، لتكون خير ختام لمسيرة عطاء حافلة. كلمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. والوادي الجديد كل محافظات مصر الشرع لله، وتحييك ومنعيدك ومنعهد الله انت والرجال المخلصين من القوات المسلحه، منهم علي، منهم طنطاوي، منهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، أحييكم أطيب تحية، وأهنئكم وأهنئ نفسي ومصر جميعا بهذا الحدث الفريد الذي يتمناه كل حر أبي على أرض وطنه. اليوم أدى السيد رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليمين الدستورية إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 17/6 سنة 2012، والتي تقضي أنه إذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فقد انعقدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يوم السبت الموافق 10 من شهر شعبان 1433 هجرية 30 من يونيو 2012 ميلادية في الساعة 11 صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى قاعة الدكتور عوض المر بمقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان، وحضور السادة المستشارين ماهر علي البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة، والسادة المستشارين عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي
وماهر سامي يوسف، والسيد عبد المنعم حشيش، ومحمد خيري طه عبد المطلب، والدكتور عادل عمر شريف، وتهاني محمد الجبالي، ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمي اسكندر، والدكتور حمدان حسن فهمي، ومحمود محمد علي غنيم، والدكتور حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين. ودعا السيد رئيس المحكمة السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي عيسى العياط رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب أن يتفضل بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ونصه كالآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وقد أدى السيد الرئيس اليمين الدستورية. أحييكم أطيب تحية، وأهني السيد الرئيس، وأتمنى له التوفيق، ويسدد الله على طريق الحق هداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرت مصر طويلا هذه اللحظة وهذا اليوم. اختلفت التقديرات حول هذه المدة ما بين عشرات إلى آلاف السنين. انتهى الانتظار، وحظيت مصر برئيس منتخب من الشعب، السيد محمد مرسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر فوق الجميع. الله أكبر فوق الجميع. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشعب المصري العظيم، الحفل الكريم، الحضور الكرام، السيدات والسادة، أحييكم جميعا بالتحية الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ حديثي معكم أوجه حديثا خاصا إلى أبناء طلاب جامعة القاهرة الذين أجلت امتحاناتهم اليوم وهم فقط في كلية الحقوق والآداب، وسوف يؤدون الامتحان الفترة المسائية
وأجل امتحان كان في الصباح أجل إلى يوم الخميس 11. رئيس الجامعة أفاد 11 ولا 12؟ 11 من يوليو، وأعلموا بذلك. فأرجو أن يتقبلوا مني اعتذاري عن تأجيل امتحانات. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة، أرحب بكم جميعا ونحن في جامعة القاهرة، الجامعة الأم التي كانت أولى خطواتي في التعليم العالي في رحابها، والتي أشرف بالانتماء إليها طالبا ومعيدا ومدرسا مساعدا، ثم بعد ذلك رحلة الدراسات العليا. فأنا أشرف بهذا الانتماء لجامعة القاهرة. جامعة القاهرة معهد العلم العريق، حيث التعليم والبحث العلمي والعلماء الأجلاء في كافة المجالات. البحث العلمي الذي هو قاطرة التنمية والبناء، وهو المحرك لمستقبل مشرق في مصر بإذن الله. ها نحن نبدأ معا مرحلة جديدة في تاريخ مصر، نطوي بها صفحة بغيضة ونستفتح بها صفحة مضيئة إن شاء الله. نسطر معا بسواعد المصريين تاريخا يتصل بتاريخنا الشامخ منذ آلاف السنين، حيث عاشت أمتنا مصر، عاشت عصور ازدهار نفخر بها ويفخر بها ملايين العرب والمسلمين، كما عانت أحيانا لحظات انكسار سنعمل بقوة على ألا يعود. فمصر لن تعود إلى الوراء، لن تعود إلى الوراء. السيدات والسادة، لقد أنجز الشعب المصري بفضل الله تعالى، ثم بتضحيات شهدائه الأبرار إنجازات عظيمة سنحافظ عليها ولن نفرط فيها أبدا، لأنها ولدت من رحم المعاناة، وتكبد الشعب فيها مئات الأرواح وآلاف الجرحى والمصابين. لقد فرض الشعب المصري إرادته وسيادته، ومارس لأول مرة في تاريخه الحديث سلطته الكاملة، فانتخب مجلسا للشعب ومجلسا للشورى، انتخب مجلسا للشعب ومجلسا للشورى في انتخابات حرة نزيهة عكست تمثيلا حقيقيا لكافة مكونات المجتمع المصري. واختار البرلمان المنتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور
لصياغة دستور جديد لمصر بدأت عملها هذه الجمعية، وستستعين، وأنا على يقين من ذلك، وستستعين بكافة الخبراء في كل الاتجاهات ليأتي الدستور معبرا عن التوافق الوطني ومرسخا للدولة الوطنية، ومرسخا إن شاء الله للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، ومحافظا على هوية الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع، وحارسا للحريات العامة والخاصة. دستور يقوم على الحق والعدل والقانون، ويحمي استقلال القضاء، ومطلقا لحرية الفكر. هذا الدستور مطلقا لحرية الفكر والتعبير والتنظيم والإبداع. دستور يحقق العدل الاجتماعي، وينقل مصر إلى مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيرا عند الأمة وخادما للشعب. سيكون في مصر الجديدة الحاكم فيها أجيرا عند الأمة وخادما للشعب، وهذه من أولى مهماتي معكم، حكما بين السلطات، راعيا للدستور والقانون. وبعد أن أولاني الشعب ثقته في انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مصر العظام العدول، وحرستها القوات المسلحة ورجال الشرطة، حرستها القوات المسلحة ورجال الشرطة الأمناء. وأعلن شيوخ القضاء المصري نتيجتها النزيهة التي جاءت بها صناديق الانتخاب. ها أنا ذا أبدأ معكم ولاية الرئاسية يا أبناء مصر جميعا. أعاهد الله وأعاهدكم وأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ومن تمام المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ومن تمام المحافظة على سلامة الوطن وأراضيه واستقلاله بالضرورة أن أحافظ على القوات المسلحة، وأن أحافظ على الشرطة والقضاء، وأن أحافظ على كل أبناء مصر وشعبها. السيدات والسادة، سوف أبذل كل جهدي للحفاظ على أمننا القومي وحماية حدود هذا الوطن. سوف أبذل كل جهدي للحفاظ على أمننا القومي وحماية حدود هذا الوطن مع القوات المسلحة، درع الوطن وسيفه. القوات المسلحة درع الوطن وسيفه،
الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر أو تهديد أمنها القومي. أعاهد الله تعالى أن أحافظ على هذه المؤسسة وأن أحافظ على أبنائها جندا وقيادات، وأن أعلي من شأنها وأن أدعمها وأن أتخذ كل الوسائل والأسباب لتكون أقوى مما كانت ولتستمر راسخة وليكون هذا الشعب معها في كل ما تعمل إن شاء الله. أعاهد الله تعالى وأعاهدكم والعالم يسمع ويرى، والله فوق الجميع يسمع ويرى. أعاهدكم أن يكون أمن البلاد واستقرارها نصب عيني ومسؤوليتي مع رجال الشرطة الأوفياء، الذين نذروا أنفسهم لحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. أعاهد الله وأعاهدكم أن نستكمل معا استقلال القضاء وأن يكون حكم القانون. أعاهد الله وأعاهدكم أن نستكمل معا استقلال القضاء وأن يكون حكم القانون هو الفيصل، وأن يحصل كل مصري ومصرية على حقه أمام منصة العدالة العالية. لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه على نفسه. لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه وقطعه على نفسه ألا يكون بديلا عن الإرادة الشعبية. وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها. ستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها، ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن. سيعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن والحفاظ على قواتنا المسلحة والحفاظ على قواتنا المسلحة. سيعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن وليحافظ على قواتنا المسلحة قوية عزيزة متماسكة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون. فتحية لهم على ما بذلوه، من جهد وما تحملوه من عنت. تحية لهم على ما بذلوه من جهد وما تحملوه من عنت وما تكبدوه من مشاق. السيدات والسادة، إن النهوض بهذا البلد بمصر هو مسؤوليتنا جميعا، فلا مجال إذن للانتظار، فمصر في حاجة ماسة إلى كل يد تبني مستقبلها المشرق. إن الأمم لا يمكن أن تحقق نهضتها إلا بمشاركة كل أبنائها والتعاون المثمر بين المجتمع ومؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس
فإننا سنفتح الآفاق في الفترة المقبلة لتمكين المجتمع بكل مكوناته وفئاته، وتوسيع دور المجتمع الأهلي والمدني للمساهمة بجد في كل قضايا الوطن. إنني من موقعي هذا أتعهد أمام المصريين جميعا بأن تقوم الدولة بكامل مسؤولياتها تجاه المجتمع وتجاه أبناء مصر في الداخل والخارج، وأن تسهر على ما يخص أمنه واستقراره وسلامته، وأن ترعى كل فئات هذا المجتمع. أتعهد بأن أبذل غاية وسعي لدعم وشائج التعاون والمحبة بين كل أطياف هذا المجتمع المصري الأصيل، وتفعيل مفهوم المواطنة بين المصريين جميعا. إننا بحاجة ماسة إلى إزالة آثار الفوضى في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي. إننا بحاجة ماسة إلى إزالة آثار الفوضى في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي. هذه الفوضى التي أسهم فيها النظام السابق على مدار العقود المنصرمة لا بد وأن نحقق عدالة اجتماعية، لا بد وأن نحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ليتحقق الاستقرار والأمن للمجتمع المصري. السيدات والسادة، إن الأمة المصرية على طول تاريخها قامت بدور الحارس الأمين على مسار الدولة، فإن حاد النظام الحاكم عن المسار التاريخي الحضاري فإن هذا الشعب قادر على تقويمه. وها هو الشعب المصري الأصيل الذي خرج ثائرا في ميادين العزة والكرامة، في ميادين الشهداء، في التحرير، وفي كل ميادين مصر. استطاع هذا الشعب تقويم مسار السلطة، بل أقول أسقط هذه السلطة الظالمة. استطاع تقويم مسار السلطة بمفهومها المجرد، أسقط النظام السابق بسلطته. استطاع هذا الشعب تقويم مسار السلطة بشكل سلمي حضاري، ضاربا في ذلك أروع النماذج التي عرفتها الأمم في رقابة المجتمع على السلطة الحاكمة. إنني من هذا المنطلق أقول لمن تنتابهم هواجس من تبدل مسار الدولة المصرية إلى مسارات أخرى، أقول لهؤلاء من أهلي وأبنائي في مصر، أقول لهم إن الشعب اختارني من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية، من أجل مسيرة حضارة الدولة المصرية ودورها العظيم، ولن يقبل الشعب الخروج عن تلك المسيرة. لن يقبل الشعب، ولا أريده أن يقبل الخروج عن تلك المسيرة. إنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أبذل غاية الوسع والطاقة للحفاظ على الدولة المصرية وإصلاحها بما يجعل مؤسساتها أكثر تعبيراً عن المصريين وقرباً منهم، وأن تعمل أجهزة الدولة على حماية ورعاية مصالح المواطنين في الداخل والخارج، باعتبار أن المواطن المصري هو محور اهتمامها وهو العمود الفقري للتنمية الشاملة. أيها الشعب المصري العظيم، إن النظام السابق فرط في أمن مصر القومي، وأدى إلى
تقزيم دورها الإقليمي والدولي، ولكننا نقول اليوم أننا سنبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة وثقلها الحقيقي في الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية والدولية. إننا نحمل رسالة سلام للعالم، ونحمل قبلها ومعها رسالة حق وعدل، وكما تعهدنا دوما نؤكد على احترام التزامات الدولة المصرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. نرعى هذه المعاهدات والاتفاقيات، وإنني أعلن من هنا أن مصر الشعب والأمة والحكومة ومؤسسة الرئاسة تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه. إن مصر الدولة، الشعب والأمة والحكومة ومؤسسة الرئاسة تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة، وسنعمل على إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني صفا واحدا لاستعادة أرضه وسيادته. نحن لا نصدر الثورة، المصريون لا يصدرون الثورة. نحن لا نتدخل في شؤون أحد، نحن لا نتدخل في شؤون الشعوب أو الدول، ولا نسمح في نفس الوقت لأحد أن يتدخل في شؤوننا. إذا كنا الآن في مصر نبني مصرنا الجديدة، فإننا لا ننفك أبدا عن أمتنا العربية والإسلامية، ولا نعادي أحدا في هذا العالم. نحن نعلن دائما كمصريين تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها وأن تحكم نفسها بنفسها. هذه هي المبادئ العامة التي يؤمن بها الناس جميعا في العالم. مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضا للشعب السوري. يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق للشعب السوري. يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق في سوريا الأشقاء. الشعب الشقيق في سوريا، نحن نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل كل جهد من أجل ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله. سنعمل بكل جدية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وما يستوجبه ذلك من تطوير في إطار الجامعة العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك والسوق العربية المشتركة. كل الدول العربية في حاجة لهذا، وكلهم حريصون على ذلك، ومصر هي الرائدة دائما، وإذا نهضت ينهض العرب جميعا إن شاء الله. إن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك للأمن القومي العربي. إن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك للأمن القومي العربي، وستكون دائما في صف السلام الشامل العادل
ولن تلجأ أبدا لسياسات العدوان، وستقف قوية صلبة في وجه التحديات والأخطار التي تهددها. السيدات والسادة، تهددها تعود الهاء على الأمة العربية. السيدات والسادة، أيها المواطنون في كل مكان، الحضور الكرام الذين أحبهم والشعب المصري وأقدرهم جميعا وأحترمهم وأسعى دائما أن أكون جزءا منهم ودليلا لهم إلى مصر الجديدة. أيها المواطنون في كل مكان، كان قدر مصر منذ الأبد أن تكون رائدة، وستصبح بسواعد أبنائها في ميادين العمل والإنتاج قادرة على الاستجابة لقدرها إن شاء الله. سنعمل معا على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته واستعادة السياحة لدورها. سنعمل معا على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته وعلى استعادة السياحة لدورها، بما يعود بالخير على الاقتصاد المصري وعلى كل مواطن في مصر. سنرسم معا مستقبلا زاهرا إن شاء الله لأولادنا وأحفادنا مسلمين ومسيحيين، لتعود مصر. سنرسم معا مستقبلا زاهرا لأولادنا وأحفادنا مسلمين ومسيحيين، لتعود مصر عزيزة قوية، لتعود مصر عزيزة قوية، ولتستكمل أهداف ثورتها، ولنستكمل معا أهداف ثورتنا، ونحقق معا الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. أرسل لكم جميعا أحبائي في كل مكان تحية من القلب، وأعاهدكم ألا أخون الله فيكم. لن أخون وطني أبدا، لن أخون أهلي أبدا. سأكون بحول الله وعونه عند ظنكم ومطالبكم ورغباتكم وإرادتكم. والله الشهداء، ذكرت وأكرر أن دماء الشهداء وأنات الجرحى والمصابين حق في رقبتي حتى يؤخذ القصاص العادل له. ننظر إلى الأمام ونمضي إلى العمل والإنتاج. ننظر إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف ولا أسفل الأقدام، ونمضي إلى العمل والإنتاج. وإن غدا لناظره قريب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.